التصعيد الخطير، على الوضع المركب الخطير في سوريا، وعلى تبجج بشار الأسد اليوم يقول أن الإرهاب سوف يضرب كل الدول بما فيها تركيا. الرئيس السوري نسى نقطة مهمة، أن سياساته الكارثية، أن مراهناته الكارثية، أنه استخدامه المفرط للقوة أدى إلى تفكك سوريا كدولة ومجتمع. علينا أن لا ننسى النقطة الكبرى، أن السياسات الرسمية السورية مسؤولة إلى درجة كبيرة عن هذا الوضع الكارثي المأساوي في سوريا والتصعيد الخطير الذي يهدد بتفكيك الدولة والمجتمع في سوريا. محمد زاهد جل في اسطنبول، ما قاله دكتور فواز جرجس من احتمال أن ترسل تركيا جيشها إلى شمال سوريا لمواجهة داعش والمجموعات المتطرفة الأخرى، هل هذه هي نقطة التحول التي ستجعل تركيا بالفعل ترسل جيشها إلى شمال تركيا؟ أم لأننا في الماضي عندما تعرضت لما وصفته بأعمال إرهابية من قبل النظام في سوريا، مثل ما جرى في التفجير في منطقة باب الهوى وغيرها من إسقاط الطائرة الاستطلاعية، هددت تركيا لم تتدخل. السؤال هو، ما هي النقطة المفصلية الآن التي ستدفع تركيا بالفعل أو قد تدفع تركيا بالفعل إلى دخول شمال سوريا؟ هل هي للجنة داعش والجماعات المتطرفة أم للحرب مع الجيش النظامي السوري؟ بعيدا، ربما الآن من المبكر جدا أن نتحدث عن هذه التساؤلات الملحة بطبيعة الحال، ولكن الرؤية التركية أظن أنها رؤية واضحة، أن أي فصيل عسكري يريد أن يفرض رؤية سياسية مباشرة على الأرض محاذية للحدود السورية فإن تركيا ستتدخل. هذا الأمر ينطبق على البيادات تحديدا الذي حاول السيطرة وحاول فرض رؤية سياسية على بقعة جغرافية. تركيا لوحت بالعمل العسكري حينها، ولكن الأمر حسم فيما بين المتقاتلين، وهي النقطة نفسها وذاتها الآن أن نتحدث عنها فيما يخص بداعش. ربما في قابل الأيام يصار إلى تهدئة معينة فيما بين المتقاتلين أنفسهم، وبذلك تنتهي القصة والقضية. هل تعتقد أن ذلك ممكن حقا سيد محمد زاهد جل، بناء على الأمثلة التي رأيناها في عدة مناطق ليس فقط في الرقة إنما في بعض مناطق شمال سوريا، توصلوا إلى اتفاقات تهدئة واتفاقات لوقف إطلاق النار لتنهار، ثم تجتاح هذه الجماعات المتطرفة التوصف بأنها إرهابية المناطق السكانية وتطرد السكان منها، وبالتالي تؤثر على أو تخلخل وجود الجيش الحر في هذه المناطق؟ أستطيع أن أجزم أن هناك أنواع من الاتصال والمحادثات بين فصائل من الجيش السوري الحر مع داعش تحديدا، وهناك أجواء إيجابية يتحدثون عنها، فلا يمكن الآن الاستباق والتحدث عن انهيار أي نوع من أنواع المحادثات في هذا السياق. ثم إننا بإمكاننا أن نتحدث بشكل عام أن هذه النقطة تحديدا هي نقطة كما أشرت إليها في حديثكم، أنها نقطة مفصلية بإمكان الجيش السوري في أي شكل من الأشكال أن يتدخل، عفوا الجيش التركي أن يتدخل لحسم في إطار منطقة معينة تحديدا، كما كان يحصل على سبيل المثال كالتدخل العسكري التركي الذي كان يحصل في منطقة شمال العراق وما شاكل وما شابه، وهو أمر لم يكن يؤثر على بنية العراق ولا حتى بنية شمال العراق أنفسها. أعتقد أنك أردت أن تعلق دكتور داوود خير الله من واشنطن، أردت التعقيب على ما يقوله محمد زاهد جل. أعتقد أن تركيا، الحكومة التركية قد تحاول التنصل من نتائج أخطاء ارتكبتها، وتزمع ربما أن تقوم بمخالفة إضافية للقانون الدولي إذا ما هي دخلت قواتها الأراضي السورية بداع غير الدفاع عن النفس وشروط الدفاع عن النفس، أن تقوم بعمل عسكري فقط لحماية نفسها. أما كما سمعنا أن إذا كان هناك فريق يريد أن يفرض سيطرة في سوريا على منطقة محاذية للأراضي التركية فهذا يسمح للجيش التركي بالتدخل. لا يجوز استعمال العنف بأي شكل من الأشكال ما خلا الدفاع المشروع عن النفس سوى بتفويض من مجلس الأمن. طيب، مجلس الأمن هو صاحب الصلاحية في تقرير ذلك. طيب
بروفيسور فواز جرجس، وسط كل هذا اللغط حول إمكانية تدخل الجيش التركي في شمال سوريا، هل تعتقد أن هكذا سيناريو وارد الآن؟ لأن الحكومة التركية رجب طيب أردوغان محرج جدا داخليا جراء ما جرى في جيزي بارك وغيرها، هو محرج دوليا داخليا أقصد، لأنه سار مع واشنطن ومع السعودية وقطر، أراد ضربة لسوريا، هذه الضربة لم تحدث كما تفضلت. محرج أيضا ربما داخليا بسبب ما جرى من اضطرابات في إسطنبول. هل تعتقد أنه بالفعل بوارد أن يتدخل بسوريا تحت أي سيناريو، في ظل أي سيناريو معين؟ أنا أشك كثيرا يا أنطوان، لأن النقطة اللي أنت هلا سألتها أنا من أهم النقاط. ليس هناك من تأييد شعبي داخلي في تركيا لأي تدخل عسكري في سوريا. هذا واقع. كل الإحصاءات التي حدثت في تركيا تقول بأن أغلبية من الشعب التركي لا تريد الانخراط أو التورط في الرمال المتحركة في سوريا، مع أنني أعتقد أن القيادة التركية متخوفة للغاية وأنها في وضع محرج للغاية، ولكنني أعتقد أن ليس هناك من أي تأييد شعبي لأي عملية عسكرية واسعة في سوريا، إلا إذا طبعا استطاعت داعش أن تضرب الجيش السوري الحر وتسيطر على المعابر الحدودية مع تركيا. عند ذلك الحقيقة لا يسع الرئيس التركي إلا أن يفعل شيئا، لأن ذلك الحقيقة كارثي لتركيا وللمعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف الوطني والجيش السوري الحر. محمد زاهد جل، دعنا نختتم هذا الحوار إذا شئت حول العلاقات السورية التركية وكل ما يجري. الآن تركيا في وضع يوصف بأنه صعب وحرج في طريقة تعاملها مع الملف السوري. هل هي ماضية بنفس الطريقة؟ هل هي ملتزمة بنفس الأفكار التي سارت عليها في الماضي، أم أنها فقط تلوح بورقة العسكر لكنها تراقب عن بعد كل ما يجري، وهي بالفعل لا تريد أي حرب وترغب في الحل السياسي؟ هي بشكل عام تراقب الوضع عن كثب، وهي أيضا لم تتغير، لا يوجد هناك أي تغير في سياستها تجاه النظام السوري ولا تجاه تعاملها مع الشعب السوري والوقوف بجانب قضيتهم المحقة. لا يوجد هناك أي تغير في هذه السياسة، لأنها سياسة قبل كل شيء أخلاقية ومبدئية تنطلق من ثوابت معروفة. كان أن نحن خلال الثلاث سنوات الأخيرة والسنتين ونصف الأخيرة حصلت هناك الكثير من التطورات التي كان بإمكان تركيا أن تغير بعض السياسات، ولكنها لم تعمد إلى التغيير لأنها كانت منطلقة من أرض ثابتة. فلذلك لا أظن أنه سيكون هناك أي تغير في ما يخص القضية السورية بشكل عام. ربما في التفاصيل يكون بعض التغيرات. دعني أستغل آخر دقيقة في الاتصال مع واشنطن. دكتور داوود خير الله، هل سيناريو التدخل التركي في سوريا مستبعد برأيك؟ وإن جرى هل ترد عليه دمشق؟ أنا أعتقد أن هذا يتوقف على المنطقة التي سوف تجري فيها أعمال عنف من قبل تركيا. إذا كان الصراع بين داعش والقوات التركية في محاذاة حدودية يكون أمر، ومن غير المستبعد أن تكون قوات داعش أن تعمل داخل الأراضي التركية تفجيرات وسوى ذلك. النظام السوري إذا تحرك فسوف يأخذ بعين الاعتبار نتائج هذا التحرك ومصلحته في التحرك بشكل عام. شكرا جزيلا لك من واشنطن دكتور داوود خير الله، أستاذ القانون.